طبعا سكسس ستوريز جميله، يعني ان شاء الله شباب راوند 2 يكملوا على نفس الرياده اللي كمل عليها راوند 1. لما طلب مني ان انا احضر كلمه للايفنت النهارده، فبدات ان انا افكر احنا جايين نخرج مجموعه من الرواد. طب هي ايه اصل الرياده عندنا احنا؟ وهي الحضاره الفرعونيه باكيد. برضو كان في سؤال تاني بيدور في بالي دايما انا بتساله. انا ديفلوبر او اي اي ديفلوبر، فدايما اتسال سؤال: انتوا يا بتوع الاي اي اللي هتيجوا تبدلوا مكاننا. فده كان سؤال مهم احنا محتاجين نجاوب عليه. محتاجين نجاوب عليه من خلال حضاره بقالها 7000 سنه بتطبق كل المفاهيم والمبادئ بتاعه الاي اي. طب ده ازاي؟ تعالوا كده نبدا الرحله مع بعض على خطى الفراعنه، او اي اي على خطى الفراعنه. طيب في البدايه لما كان الذكاء الاصطناعي بالنسبه لنا هو موجود على جدران المعابد ومنقوش على المومياوات بتاعتنا، فكان بالنسبه لنا هنا الفراعنه هم ما كانوش بيكتبوا التاريخ بتاعهم، دول كانوا بيأرشفوا التاريخ عشان يقدروا يوصلوا للمعلومه وقت ما كانوا يكونوا محتاجينها. فده اشبه بالداتا بيز اللي موجوده حاليا. انت دلوقتي بتأرشف الداتا اللي موجوده عندك عشان ايه؟ عشان تقدر تطلع منها معرفه وتقدر توصل ليها بسهوله شديده جدا. وفي البدايه لما هنيجي نتكلم عن الكونسبت بتاع الاي اي بشكل عام، هو يعتبر بيطبق مجموعه المراحل دي، من اول التفكير بمنهجيه، جمع البيانات، التنبؤ بالمستقبل، اداره المشاريع، وتخزين البيانات. لما نيجي ندور في ده هنلاقي ان الفراعنه هم اوريدي يطبقوا كل المفاهيم دي. لما نربط حركه الشمس والنجوم مع مواسم الفيضانات عشان اقدر ان انا اخد قرار انا امتى ازرع وامتى احصد وايه الكم من المخزون اللي انا هقدر ان انا اخزنه. فبنيجي في النهايه هو ده تفكير بمنهجيه. ومنحتب لما بنى الهرم هو ده كان اكبر مشروع هندسي في العصر القديم من المشاريع المعقده، واللي بتشبه كتير جدا مشاريع الاي اي في الوقت الحالي. تخزين البيانات، وكان بالنسبه لنا الجدران اللي على المعابد، البرديات اللي موجوده اللي كانت بالنسبه لنا كانها تيبلز، كل برديه عباره عن كولومز ورو من النولج الكتيره. طيب في الاي اي احنا عندنا كونسبت في البدايه احنا بنبتديه، وهو تحليل البيانات. تحليل البيانات من ايام الفراعنه هو بداوا 2 من اقوى محللين البيانات في العصر الفرعوني، هو مينا وامحتب. الملك مينا هو مش بس كان بيوحد القطرين او بيلم شعب ما بين مصر العليا ومصر السفلى، لا ده كان محتاج يجمع بيانات عشان يعرف مواسم الفيضانات، يعرف امتى هيزرع ايه، امتى هيوفر. مينا كان في كل المودلز بتاعته انه فضل لالاف السنين يجمع داتا عن الفيضانات عشان يبدا يتنبأ بالمستقبل في الفيضانات. مينا كان حرفيا كان بيطبق التايم سيريز اناليسيس، وكان كمان بيعمل البريدكتيف موديلنج والديسيجن ميكنج بيزد اون الداتا. العبقري الثاني اللي احنا بنتكلم عنه وهو امحتب. امحتب هو ما كانش مهندس ولا طبيب بس، ده كان اقوى محلل بيانات موجود في العصور القديمه. امحتب في الداتا بايبلاين والاستراكشر ورك فلو والسوبرفايزد موديل كان بيطبقهم حرفيا لما قرر انه يبني مدرج زوسر او ما يعرف بهرم زوسر المدرج. هو مش بس كان بيحط الحجاره على بعضها، لا ده اول بناء حجري يدرس فيه المكان والزمان والرياح عشان يقدر البناء الحجري ده يصمد معانا لحد النهارده. الشباب اللي في الاي اي هيبقوا عارفين ان احنا اوريدي دي اللايف سايكل اللي احنا بنعيشها في اي بروجكت. كمان بالنسبه لنا في سنوسرت الثالث بقى، وهو يعد من علماء الفلك. سنوسرت الثالث هو ما كانش بيقرا الكواكب والنجوم على سبيل الترفيه او على سبيل التسليه. سنوسرت الثالث كان بيقرا الكواكب والنجوم كانها داشبورد بتديله بيانات. فضل لآلاف السنين يربطها بمواسم الحصاد، بمواسم الفيضانات، عشان يقدر ان هو يتنبأ
بكل مرحلة من مراحل الزراعة في إدارة الدولة في الوقت ده. سينوسيرف كان بيطبق الماشين ليرنينج الجوريزم والتايم سيريز فوركاستنج والريجريشن موديل والديتا دريفن ديسيجن ميكينج. طيب الفكرة من زمان موجودة، هو نفس الطريقة اللي احنا بنطبقها حاليا، هي ان احنا عندنا الانماط بنعمل لها تحليل عشان نعمل لها بريدكشن او نتنبأ بيها عشان في النهاية ناخد قرار. الفكرة اللي بدأها الفراعنة من آلاف السنين احنا جينا النهاردة عشان ان احنا بس نكملها. إدارة المشاريع، احنا حاليا في الكونسبت الجديد او في العصر الحالي احنا بنستخدم جيرا وبنستخدم تريلو. هل هم افكار جديدة موجودة على ارض الواقع؟ لا. خوفو وهو بيبني الهرم الاكبر هو كان بيدير اقوى مشروع هندسي معقد في العصر ده، من ادارة الفرق وتقسيمها لادارة المهام لحاجات كتيرة جدا، لبرديات موجودة بتحكي كل القصص، هي عبارة عن تريلو وجيرا بس بتوع العصر الحجري. امحوتب لما كان بيطبق الدليل بتاع إدارة المشاريع هو كان بيقيس المهام ثم يدير الفرق ثم يعمل إعادة هيكلة للفرق ويقيس الأداء بتاعهم ثم يطلع بأفضل النتائج في النهاية. وده لو دورنا في كل الشركات وفي كل المؤسسات اللي شغالة حاليا هنلاقي نفسنا ان احنا بنطبق نفس الفكر ده. كمان بالنسبة لقواعد البيانات 7 أو 700 أو أكتر من 700 رمز وحرف في اللغة الهيروغليفية، هي ما كانتش زي كل الحروف أو كل اللغات اللي موجودة. في نهاية القول عايز أختم لكم ببيت شعري بسيط، يعني كونوا أنتم امتداد المجد والعناد، كونوا أنتم رواد مصر في كل البلاد. شكرا.